صباح الورد يا صاحبي. النهارده هتكلم عن ملحن كان شايل التسعينات على كتافه، والله فنيا يعني على كتافه، وكان طول الوقت يهاجم ويتظلم، وهو صلاح الشرنوبي. صلاح الشرنوبي ملحن ما حصلش، وقد يكون هو احد الورثة الحقيقيين لبليغ حمدي في الجملة الشرقي المسلطنة. لكن مشكلة صلاح الشرنوبي الكبيرة انه هو اللي قاد التغيير الضخم اللي حصل في مسيرة الفنانة وردة. ولما عمل كده المحافظين او الناس اللي بيحبوا الكلاسيكيه ما قبلوش ده، ففضلوا يهاجموا ورده ويهاجموا الشرنوبي نفسه. طيب بعد نجاح الشرنوبي الضخم العملاق مع الست ورده، الطلب بقى يعني انت ما فيش عمل مهم لمطرب او مطربه عربيه في مصر مش مع صلاح الشرنوبي. ذكرى الله يرحمها، راغب علامه، ميادة الحناوي، نوال الزغبي، كان في صوت كده موسيقى اسمه صلاح الشرنوبي طارق عاكف. ده كان كده، كانت المزيكا كده، والراجل كان عنده جمل حلوه. وكان ملك صناعه الغنوه البسيطه اللي هو السهل الممتنع. يعني ايه السهل الممتنع؟ السهل الممتنع هي حاجه انت لما تشوفها تقول ما تعبوش فيها، انا اعرف اعمل زيها بصباع رجلي الصغير. تيجي تجرب تعمل زيه تعرفش خالص، وهو ده اللي كانوا بيعملوه. وبعدين صلاح الشرنوبي مع وردة تحديدا كان بياخد الالبوم شاكب راكب، بياخد الالبوم من اوله لاخره، فتلاقي في الالبوم الغنوه الخفيفه والهيت والغنوه المسلطنه والغنوه الطربيه. يعني صلاح الشرنوبي عامل مع وردة اخر اغنيه طويله في حياه وردة اسمها حبك صالحني على الدنيا. دي يا لهوي، دي يتعمل عنها حلقات، عن شغل صلاح الشرنوبي فيها وعن شغل طارق عاكف فيها. الغنوه دي فيها حاجه كده، الموسيقيين هيفهموني، الغنوه دي فيها ميجانسيه، فيها حاجه معموله للرقص مخصوص اسمها حبك صالحني على الدنيا. وعامل مع ورده ما ترجعليش جواباتي، سلام ما ترجعليش جواباتي، دي اخر غنوه مسلطنه عملتها ورده في البوم مواسم، البوم يلي حب مواسم. وعمل معاها في اول تعاون ليهم اغنيه اسمها مليت من الغربه، وهي دي اللي هتكلم عنها النهارده. مليت من الغربة كانت أستاذ عمر بطيشة، توزيع أستاذ طارق عاكف، وألحان أستاذ صلاح الشرنوبي، ونزلت في أول ألبوم اشتغلوا فيه مع بعض اللي هو ألبوم بتونس بيه. طيب الفنانة وردة الجزائرية في التسعينات، والتسعينات كانت موضة صعود موسيقى الراي. الغنوة بادئة كده اهو بانترو في حاجة راي، تارا 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 تارا. بعد كده الغنوة بتاخد شكل من الموسيقى بين الوتريات والأورج، سولو الأورج، وكان طارق عاكف من ملوك صولوهات اللي بتتلعب بالأورج. يعني محير في تركيبته. ليه؟ لأنه واخد حاجة شمال أفريقي، واخد حاجة فيها ريحة خليج. وده كان توجه في التسعينات لما المصريين بدأوا يروحوا يشتغلوا في الخليج، إن في المزيكا يبقى فيها كوبليه كده، في رتم، في حاجة بتروح ناحية الخليجي وكمان شمال أفريقي. فالغنوة عجيبة اسمها مليت من الغربة. أنا مليت من الغربة وتعبت من الترحال، وقاسيت حياة صعبة وقضيت ليالي طوال من غير حبايبنا. ايه يسوى تربنا وان كان معانا المال؟ ده احنا في غربتنا لو لحظة تعبتنا بتبان همومنا جبال. أنا مليت من الغربة. كوبليه بقى غريب، الكوبليه نص رصد ونص صبا. الحلم خدنا معاه تيريرارا وسافرنا على دنيا، وصحينا يوم لقينا وهم وسراب وخيال من غير حبايبنا. ده كده تاني كوبليه، ملناش هنا أحباب مين يعشق الأغراب إلا اللي له أسباب ما حلف أو غاب. كوبلين أحلى من بعض. عايز أحكي لك
حكايه شخصيه حصلت لي مع استاذ صلاح الشرنوبي سنه 2011 ايام الثوره وايام بقى حظر التجول والحاجات. انا كنت في المهندسين في العماره اللي فيها استوديو صلاح الشرنوبي. عندي صديق ليا ما عادش صديق ربنا يسامحه يعني، وصلاح الشرنوبي دخل قدامي المكتب. انا رحت داخل الاستوديو، قابلني الراجل اللي بيشتغل في الاستوديو، فقلت له لو سمحت عايز ادخل للاستاذ. قال لي مين حضرتك؟ قلت له لا هو ما يعرفنيش، انا مغني انا اسمي علي الالفي، عايز اسلم عليه بس واخرج. دخلت لصلاح الشرنوبي والله العظيم قلت له مساء الخير، حضرتك ما تعرفنيش، انا اسمي علي بغني، انا مش هاخد من وقتك اكتر من 5 دقايق، هغني قدامك حاجه وامشي. والله العظيم انا عملت كده فعلا، انا قعدت ساعتين عنده. اول ما دخلت غنيت له الكوبليه بتاع مليت من الغربه، الحلم خدنا معاه. فجاه هو اتصل باخوه استاذ فاروق الشرنوبي، ايوه يا فاروق عندي ولد بيبي كده بطوط قلبوز بيغني اسمه علي. هو ليه طريقه وتقل كده في كلامه، حبيبي ربنا يديله الصحه والعافيه. عشان كده انا كنت سعيد قوي لما شفت حفله الحان الشرنوبي اللي اتعملت في موسم الرياض، لانه ان يكرم ملحن عظيم زي ده في حياه عينه دي حاجه مش قليله، خصوصا ان الراجل ده شبع هجوما من الناس اللي هم كانوا متوليين الهجوم على اي حاجه جديده، وعلى راسهم يعني مفيد فوزي وحلمي بكر رحمهم الله. سلام عليكم.